هنتكلم عن موضوعين أساسيين. رقم واحد، ليه من المهم انك تدير العمل بطريقة آمنة؟ ليه يعني السيفتي مهم؟ رقم اتنين، ايه دورك كمدير او مسؤول في الإدارة بسلام؟ لا، مش لازم يبقى السيفتي، مش لازم الراجل بتاع السيفتي ده هو يكون مخصص لسلامة الناس. لا، المسؤول في الموقع اي شخص مسؤول عن ايه؟ السلامة والصحة المهنية. يعني السيفتي دي مسؤولية الجميع. نتكلم عن الحاجتين دول، نتكلم مع بعض زي سيناريو كده مع بعض ونشوفه مع بعض اللي هيتم. Why is it important to manage safely؟ قالك اتنين مديرين ومدراء في احدى الشركات حصل عندهم حادث جسيم. يعني موظف او عامل اصابة جسيمية او اصابة جسيمة، اضطر الاسعاف انها جت واخد الشخص المصاب ده ودوه مستشفى عشان يتعالج. شوية حاجات المفروض اتعملت بعد كده. الحاجة الاولى ان المديرين دول هم انهم يتصلوا او يروحوا لأسرة الشخص المصاب. جميل خالص. هي ضربت اسعاف جت خدتها، بلغوا ان جوزها او ابنها حصل له حادث. طبعا ده موقف صعب جدا. من اصعب الامور انك انت ممكن تروح تبلغ حد تقول له ان ابنك اللي صعب الامور، انك انت تروح تقول له مثلا ايه ابنك نجح. دي حاجة حلوة جدا، يبقى مبسوط. تمام، كمان هيديك حلاوة لما تروح بقى تبلغ حد ان قدر الله حصل له اصابة. ده موقف صعب، لكن اول حاجة انهم يروحوا للأسرة الشخص المصاب عشان يبلغوه ان هو ابنهم حصل له حاجة او حصل له اصابة.